يقرر انه يقول الحقيقة لكانج انه ده اصلا مش والده وهو جوز مامته، وده سبب العنف المنزلي اللي كان هو بيتعرض له. ووقتها بيعرض هان على كانج انهم يكونوا شركاء، وكل واحد منهم يستفيد من مميزات التاني. مثلا انه هان هيعطي كل ذكائه لكانج، وبنفس الوقت كانج هيكون منه النفوذ والسلطة. وبيعدي الوقت وبنلاقي انه هان بيشتغل كل حاجة تقريبا، بيشتغل مدرس وبيشتغل انه بينقل حاجات. ولما هان بيكون راجع البيت عينه بتيجي بعين جارته، والاتنين بيفضلوا يبصوا لبعض ولكن محدش فيهم بيتكلم. وبيدخل هان على البيت وبيكون كانج محضر له مفاجأة عيد ميلاده، والواضح انهم بقوا اصحاب جدا. وهان بيساعد كانج علشان يقدر انه يعدي بالجامعة، ويقدروا الاتنين انهم يحققوا اهدافهم مع بعض وهما في الدوام. المدير بتاع الجامعة بيطلب هان علشان يشوفه، لأنه الملف اللي بيكون مقدمه لتطوير شركة كانج بيكون لفت نظر المدير جدا، وطلب إنه يشتري الفكرة منه. ولكن هان بيرفض وبيقوله إنه هيحتفظ بالفكرة المستقبلية